السلام عليكم، معاكم انس مصطفى، والنهارده معانا قاعده سهله جدا وبسيطه في نطق الانجليزي. فبعد اذنك ركز معايا النهارده كويس جدا على السبوره، واهم حاجه ان انت لازم تتدرب على كل حاجه بقولك عليها. انا هقولك بس على قاعده انت فهمها وتدرب معايا. لو انت اتدربت معايا كل حاجه هتبقى سهله جدا وبسيطه بالنسبه لك. فاهم حاجه هو التدريب. ولو عندك كده اولادك الصغيرين خليهم برضه يتفرجوا معايا على قاعده عشان يتقنوها ويعرفوا ينطقوا كل حاجه بعد كده عندهم في الانجليزي بكل بساطه خالص. القاعده عندنا سهله جدا وبسيطه. بيقول لي ايه؟ قال لي انس بص، لو عندك كلمه في الانجليزي الكلمه دي فيها حرف الاي بعديه حرف الاي، قال لي بعد اذنك اي انطقها اي اي. بص اي تاني اي. لازم تتدرب كده. بص غني معايا القاعده هتبقى سهله جدا بالنسبه لك. غنيها معايا انت واولادك، معلش استحملني. اي ايه ده؟ سهل قوي يا انس. طب تعالى نشوف مع بعض كلمات نتدرب عليها مع بعض. تعالى نشوف كلمات مع بعض. بص الكلمه دي هنطقها ازاي؟ اوعى تنطقها النطق بتاع زمان في المدرسه اللي هو كان غلط. انطقها بقى النطق الصح. عندنا اهو اي هنطقها ازاي؟ بص اي هقول ايه؟ ويت. اي هقول ويت. عاش جدا. تعال ناخد مثال تاني. الكلمه دي هنطقها ازاي؟ يلا قول لي اي ترين. حلو جدا. ناخد مثال تاني. الكلمه دي هنطقها ازاي؟ يلا بسرعه جدا، ما تقفش ما تفكرش. بص اي فهقول ويست. حلو جدا. ناخد مثال تاني. الكلمه دي يلا قول لي هقولها ازاي؟ بص اي هقولها ايه؟ نيل. نيل. حلو جدا. ناخد مثال تاني. الكلمه دي هنطقها ازاي؟ يلا قول لي اي pain. تعال ناخد مثال تاني. الكلمه دي بص اهي. يلا هنطقها ازاي؟ اي هقولها ايه؟ aim. فعندي القاعده بكل بساطه خالص بتقول لي لو عندك في الانجليزي انس الاي جه بعدها اي في كلمه واحده، قال لي انطقهم اي. بقول اي wait، اي train، اي waste، اي nail، اي pain، اي aim. هقول لك بقى دلوقتي على كلمه سهله جدا وبسيطه، وعايزك بقى من غير ما اقول لك اي حاجه طبق عليها القاعده عشان اعرف انت فعلا فهمت ولا ما فهمتش. الكلمه هي ايه بقى؟ بص الكلمه دي هنطقها ازاي؟ قول لي يلا هنطقها ازاي؟ الكلمه دي كلمه سهله جدا ايه وبسيطه. عندها ايه؟ بص اي هقولها اي. فانطق بقى الكلمه كلها صح، وبعد ما تنطقها صح سجل نفسك، وهتلاقي تحت في اول تعليق لينك الواتساب بتاعنا. خش على الواتساب وسجل الكلمه دي في الواتساب، وانا هسمعها بنفسي واصحح لك عشان اعرف انك فعلا فهمت الدرس ده كويس ولا لا. ولو انت عايزني اعمل لك فيديوهات تانية عن قواعد النطق السهله جدا البسيطه في الانجليزي، اكتب بس في التعليقات كلمه تم واعمل شير للفيديو عشان اعمل لكم ان شاء الله فيديوهات تانية كتير جدا. ولو حابين تعرفوا عن الكورسات بتاعتنا الخاصه بكورس النطق عندنا عشان تنطق انجليزي صح وتنطق قواعد اللغه الانجليزيه وتعرف كل قواعد الخاصه بالنطق والفوناتيك صح، اكتب بس تحت في التعليقات كلمه واحده بس. اكتب كده كلمه معسكر مستر لبلب. اكتب معسكر مستر لبلب. هنقول لك على تفاصيل المعسكر بتاع مستر لبلب اللي هنخليك ان شاء الله فيه لبلب في قواعد النطق في اللغه الانجليزيه. وبرده ممكن بس تكتب كلمه التفاصيل وهنبعت لك ان شاء الله كل التفاصيل الخاصه بالكورس بتاعنا على الواتساب. شكرا ليكم. كان معاكم انس مصطفى، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. سلام.